قضيه ما يسمى السبايا او الخطيفه العلويه. طيب شو السبب السني بيخطف علويه؟ انه جماعه الامن بالساحل انه شو عم تشتغلوا؟ لك يا خيي شو عم تشتغلوا؟ كل يومين والثالث قصه خطف وجريمه قتل ومشلحه جثتي على الاوستراد وجثتي مسلوحه مشروحه ما بعرف وين، يعني والحادثه الاخيره هالبنتين اللي شو المميزات بالعلويه ما موجوده بالسمعوديه او ما موجوده بالجعفريه او ما موجوده بالمسيحيه مثلا؟ شو المميزات الموجوده فيها؟ من يوم البنات العلويات بيجوا على ادلب، على حما، على حمص، بيروحوا بيهربوا وبيتزوجوا بهي المدن وبيعيشوا عزيزات كريمات. هربوا من بيوتهم راحوا تزوج شباب من حما وعاشوا وتزوجوا وجابوا اولاد. طيب شو هدول؟ هدول خطيف شيء؟ هربوا من بيوت اهاليهم. بوقتها النظام كان يمنع ينحكى حكي. ليش؟ لحتى ما يصير بلبله. لحتى ما يصير بلبله وتطلع هي الشغلات على الاعلام وكذا القصص هي. ولكن هلا في حريه عم تحكوا بدكم اياها. ليش دائما السني متهم انه هو عم يخطف، انه هو المجرم، انه هو الطائفي، مع العلم الطرف الثاني هو الطائفي. اذا بنحكي على الطائفيه انتم ام الطائفيه واهل الطائفيه. انا بقول لك اياها، انقذوا البنات العلويات من اهاليهم، انقذوا البنات العلويات من اللي ربوهم. البنت العلويه مغتصبه داخل بيت اهلها، تباع وتشترى في بيت اهلها، تباع وتشترى في بيت اهلها، وهي الحقيقه. واي بنت علويه ينفتح لها مجال تحكي، لا تحكي شغلات بعمركم ما سمعتوها، بعمركم ما سمعتوها، انا بعرف. وين، يعني والحادثه الاخيره هالبنتين اللي الله يصبر قلب امهم واهلهم، هل يخلصوا من الجامعه، لك يعني وين انت جماعه الامن وينكم؟ لك يا اخي وينكم بس فهموني وينكم؟ لك يا عمي نحن اللي قاتل عم نقاتل بالشرق وبالغرب مشتتين كل واحد منا بجهه يا عمي. لك اذا ما عندكم قدره ديروا بالكم على اهلنا مشان نترك نحن ونروح ندير بالنا على اهلنا. وانا بعرف عندي شهادات لبنات علويات بيحكوا شغلات لا يمكن العقل يتحملها، لا يمكن العقل يتحملها. في بعض الاشياء مره واحده بنت حكت لي علويه وقصه ما قديمه بايام التحرير، قالت لي هلا صار وقت اني اهرب. قلت ليش؟ قالت لي ما بكفي اخوي عم يتحرش فيه، وما بكفي ابوي بده يبيعني. كيف بده يبيعني؟ قالت بده يبيعني واحد عايش بالعراق، عراقي هو، بده ياخذ من مصاري ويعطيني له. هي حقائق، لا تتهمونا بشيء نحن ما فيه. انتم طائفيين وانتم مجرمين وانتم تبيعوا عرضكم، ونحن ما خصنا بهالموضوع هذا. من طول عمرها البنت العلويه تهرب على مناطق السنه عشان تحتمي فيها، وعشان تتزوج تعيش عزيزه مكرمه. في كثير بنات علويات عايشين بمناطق السنه عزيزات مكرمات وما حد بيمسهم بشيء. كثير مش شوي. واذا بنحكي من حدود تقريبا 6 شهور في بنت تزوجت عندنا بحما وهربت من بيت اهلها، بس اهلها شوي خافوا يعملوا قصه، خافوا يعملوا قصه. وهلا من فتره رجعت حكيت معهم